يا جمال الفتة وحلاوة الفتة. ايه رأيكم بقى يا حلوين في الطبق الخطير ده؟ شايفين جماله؟ ولا الصلصة بتاعتها الحلوة دي؟ يلا بقى نعملها مع بعض دلوقتي. ازيك يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بقى نعمل مع بعض النهاردة الفتة المصري القمر دي. انا معايا هنا نص كيلو لحمة. خلاص، دي لحمة قطع. طبعا بقى انت بتعملي الكميه اللي انت عايزاها. احنا عاملين نص كيلو كده. وعليه هنا شويه من البهارات، معايا هنا فلفل اسمر وكبابه صيني، ومعانا كمان فصين اتنين كده مستكه، وحبه ورق لورا، وشويه فلفل اسمر، وبشره جوز الطيبه صغيره كده. خلاص، حابه تحبي انت بقى تضيفي توابل اكتر من كده براحتك، مفيش مشكله. انا هنا بقى بضيف شويه كده من الخضار. معايا هنا طماطمايه وبصلايه وفلفل اخضر. خلاص. عندكم بقى يا جماعة المستكة والكبابة الصيني دي بتودي اللحمة في حتة تانية خالص، جميلة جدا جدا، بتحلي شوربة اللحمة قوي. وطبعا نسيت اقول لكم ان انا حاطه برده شويه من الحبهان البودر. خلاص. طبعا انا كنت هنا بقول لكم ان اللحمه كده كده بتنزل دهونها. انا مش بحب يا جماعه خالص احط للحمه اي دهون، يعني ما بحبش اشوحها ولا في زبده ولا في سمنه ولا حاجات من دي. انا بشوحها من النار نفسها كده في التوابل والخضار ده، وبعد كده بنزل عليهم بالميه المغليه. وضروري الميه تكون مغليه علشان اللحمه ما تغيبش معاكي في السوا. خلاص. انا هنا كنت بجيب هنا معلقه صغيره كده سكر علشان تسرع من التسويه بتاعتها. خلاص يا جماعه، مهمه جدا معلقه السكر دي. معلقه صغيره بس مش كبيره يعني ولا حاجه. وهنا بقى هنا بغطيها واسيبها. عندنا هنا بقى بنوته صغيره كده في البيت ما بتحبش تاكل اللحمه، فخلاص قلنا مفيش مشكله نعمل لها كبده يعني. فهنا جبت هنا فصين توم. خلاص، وحطيت هنا شويه زيت كده. انا بحب اعمل الكبده يا جماعه بالبصل. اللي مش بيحب يعملها بالبصل براحته، بيعملها بالثومه بس مفيش مشكله. احنا بنحب نحط لها البصل، بيديها طعم اجمل كمان. خلاص. طبعا انتوا عارفين ان الكبده الاسكندراني ما هي الا تومه فقط، انما احنا بنحب نضيف لها البصل كمان. ان شاء الله هعمل معاكم في المرات الجايه انواع الكبده باذن الله. انا هنا حطيت تومه، فرمتها، وحطيت عليها شويه من الكزبره الناشفه. اول ما ريحتهم طلعت كده وطشطشت كده، اقوم نازله عليهم بالخل. خلاص. بعد كده هنا احط بقى هنا الكبده. خلاص. هنا بقى بقلب. طبعا الكبده اول ما بتشم النار على طول تلاقي ريحتها بوليكو ريحتها تلاقي لونها اتغير على طول، وفعلا ريحتها بتغير بقى طبعا انها تستوي بقى، تبقى ريحتها واو جدا يعني. خلاص. هنا بقى هضيف لها طبعا هنا شويه توابل. هضيف لها بقى شويه كده من الفلفل الاسمر وشويه من الكمون. طبعا احنا حاطين الكزبره الناشفه. خلاص. وهحط طبعا هنا الملح. وطبعا انا عندي هنا بقى الطبق الصغير ده حاطه فيه بصلايه انا مقطعاه شرايح. ومعانا هنا كمان وفلفله خضراء، هتشوفهم دلوقتي. هنا هي بصله وفلفله خضراء. انا بحب يا جماعه اعمل الكبده جدا بالبصل والفلفل. خلاص. في ناس كتير بقى بتعملها كبده اسكندراني. الكبده الاسكندراني زي ما قلت لكم من شويه ما بيتحطلهاش بصل خالص. خلاص. هنا بقى معانا هنا نص ليمونه. طبعا الكبده يعني اساسها الليمون يا جماعه بصراحه فعلا الليمونه دي بتخلي تطعيماتها حلوه قوي. خلاص كده حطيت عليها هنا نص ليمونه واقلب. بس هي طبعا بقى ما بتغيبش اساسا في السوا خالص. انا كنت هنا كده بجيب الملح، طبعا بملحها. طبعا هي ما بتغيبش في السوا، يا دوبك هي بتتشوح والخضار بيدبل بتبقى استوت خلاص. يعني الكبده من اسرع الاكلات اللي انت ممكن تعمليها في حياتك. هنا كده خلاص خلصت. هنا بقى بشوح بضمير شويه خلاص. انا بفكك البصل عن بعضه واظبط الدنيا. هوريلك بقى دلوقتي برضو بعد ما دبلت بقى واستوت خلاص. احنا شايفين هنا بعد ما استوت كده خلاص بتلاقي الخضار دبل كده خلاص في بعضه وكده استوت خلاص. هنا بقى اللحمه كنت هنا بحط لها بقى الملح. كانت هنا خلاص يعني 3/4 سوا كده اللحمه. فقلت يلا مفيش مشكله بقى لما نملحها. هوريكم هنا برضو اللحمه. هنا شايفين هنا بقول لكم هنا محتاجه حبه صغيرين كمان. فانا هسيبها. تمام. طبعا لو اللحمه بقى معاكم يعني مثلا محتاجه ميه كمان سخنه اضيفوا لها مفيش مشكله. هنا بعد ما سبتها وهنا بعد خلاص بقى استوت. هنا بجيب بوله كده وبصفي بقى الشوربه كلها اللي عندي. خلاص يا جماعه، طبعا انا كنت في المرحله دي متهيألي انا كنت طلعت، لا انا كنتش لسه طلعت اللحمه. طبعا انتوا بقى بتطلعوا اللحمه من الشوربه وبتصفوا الشوربه دي خالص تمام، عشان احنا هنعمل لها بقى شمخه دلوقتي
هنعمل الشوربه دي حته دين شمخه تحفه بقى، بتطش التومه كده روعه دي بقى اساس الفته يا جماعه. طبعا الفته لها اصول في العمل، مش اي حد يحط شوربه على رز على عيش تبقى فته، لا طبعا، تبقى لها نكهات مميزه. انا كنت هنا فارمه بقى ايه شويه حلوين كده من التوم، ومجزئاهم لتلاتة. خلاص، لان انا هستخدم التوم في 3 حاجات دلوقتي. اول حاجه هنا هعمل الطشه للشوربه. انا جبت هنا شويه من التوم في الطاسه الصغننه دي، حطيت عليهم شويه من الكزبره الناشفه وبشوح فيهم دلوقتي. خلاص، وبنزل بقى على طول هنا بقى ايه على الشوربه. بعد هنا بقى حمصت التومه شويه مع الكزبره، بطشها على طول بقى هنا ايه بالشوربه دي. بصوا بقى يا جماعه، انتوا هنا في المرحله دي بتاخدوا تطعيمه شوربه عمركم ما دقتوها في حياتكم. بجد بجد الطريقه دي تفرق جدا جدا جدا. خلاص، طريقه الشوربه دي بقى بتبقى تحفه جدا جدا. والشوربه بقى دي دلوقتي بقى يا جماعه عندنا دلوقتي الكنز بتاع الفته. ليه؟ لان هي هتدخل دلوقتي في كل حاجه احنا بنعملها دلوقتي في الفته. خلاص، هنا بقى بجيب الجزء التاني اهو من التوم. خلاص، احنا كنا مجزئين التوم على 3 حاجات. اول حاجه للشوربه، دلوقتي هعمل بقى الصلصه بتاعه الفته. دلوقتي حطيت برضو توميه شوحتها، حطيت على شويه برضو كزبره ناشفه زي ما انتوا شايفين ده كله في الزيت. خلاص، وهطفيها بقى بشويه خل كده حلوين، خلي بقى الريحه تطلع، وانزل على طول بقى بالطماطم. خلاص، طبعا انت بتضربي الطماطم اللي انت محتاجاها، يعني انا كنت ضربه ايه، انا 4 طماطمات كده وسط، لان احنا مش كتير اللي هناكل يعني الفته. خلاص، احنا 2 بس اللي هناكل الفته يعني، فانا عملت ايه حبه صغيرين. خلاص يا جماعه، احنا هحط لها بقى دلوقتي بقى التوابل، شويه كده من الفلفل الاسمر، شويه من الملح، وطبعا بقى طبعا يعني طبعا بحط لها شويه شوربه بقى من اللي احنا عاملين لها الطشه دي. طبعا بتخلي تطعيمتها احلى بكتير جدا جدا. خلاص، وبخليها بقى هنا ايه تتسبك نص تسبيكه. خلاص، انا كنت هنا بحط الفلفل وهحط هنا الملح، ولازم يا جماعه اخليها نص تسبيك، لازم يكون فيها صوص كده، ما ينفعش تتقل للاخر. تمام، هنا اهو بقلبها. شايفين بقى يا جماعه الشوربه اللي احنا عملناها من شويه دي بقى اللي احنا طشيناها دي اللي هعتمد عليها في الفته كلها. حتى الرز اللي انا هعمله معاكم دلوقتي ده برضه هحط له برضه الشوربه من اللي احنا عاملينها. الشوربه دي مهمه جدا. هنا بجيب بقى شويه زيت وقطعه كده قطع كده من الزبده البلدي دي، وبسيحهم كده على النار شويه. هنا بقول لكم ان الصلصه محتاجه شويه لسه كمان سوا يعني. وغسله طبعا انا بقى هنا رز في المصفى دي، وهنا بقى ايه هشوح بقى الرز في السمنه البلدي دي كويس جدا جدا. وايه اللي هيحصل بقى، هزود الرز من الشوربه بتاعت اللحمه دي. خلاص، ما نزودوش يا جماعه ميه، احنا بنزوده بشوربه اللحم، بتخلي بقى تطعيمته احلى واحلى واحلى. الصراحه الكنز كله في الشوربه دي، لان انت اول حقيقه يعني اول ما بتحطوا عليها الطشه بتقلب الشوربه طعم تاني. طبعا احنا مظبطين الشوربه كويس جدا بقى بالتوابل بتاعتنا والبهارات. طبعا اللي مش عاوز يعمل الطشه ديت على الشوربه براحته، بس دي بتزيدها حلاوه، انتوا عارفين انتوا بتزيدها حلاوه يعني. هنا بقى بحط هنا برضو للرز شويه من الملح وشويه فلفل اسمر برضو صغيرين، واسيبه بقى يستوي. طبعا انتوا بتظبطوا بقى الشوربه بتاعته في الرز. وطبعا بقى بتسيبوه يغلي شويه، وبعد كده تهدوا عليه. تمام، بس بقى يا جماعه هنا خلاص، هنا بقى ايه، هنا هسيبه بقى يتشرب. هنا كان اتشرب خلاص. هنا بقى دلوقتي بقى يلا بقى إيه هنهدي عليه ونقطع بقى العيش الفته مع بعض. طبعا انتوا عارفين بقى عيش الفته، طبعا العيش اللي انت تحبيه استخدميه في الفته، ولكن انا بحب ايه استخدم العيش اللي انا بوريهولك، اللي هو العيش الطازه، اللي هو العيش البلدي بتاعنا. خلاص، العيش البلدي بالنسبه لي بيدي تطعيمه احلى من اي عيش في الفته، وهو اصل الفته يعني الصراحه العيش البلدي. خلاص، اي عيش تاني لا الصراحه ما بيدخلش دماغي. بجد هو العيش البلدي. هنا بقى بحط عليه شويه زيت كده في الطاسه، ولازم بقى ايه يا جماعه احمصه، بحب اديله اللون الاحمر كده في التحميص. خلاص، من المهم جدا الحركه دي، لان عارفين انتوا مثلا بتاكلوا العيش الفته بيبقى مقرمش وجميل كده، وطبعا احنا مش بنخليه يعني حجر في القرمشه، لا احنا بنقرمشه، احنا هنعمل له خطوه دلوقتي هنخليه مقرمش شويه كده. شايفين بقى ازاي؟ هنا كده خلاص بعد ما حمرته حلو جدا، بديله بقى هنا ايه بطفيه هنا كده بكبشه كده او 2 من الشوربه بتاعت اللحمه اللي احنا عاملينها دي، وشويه صغيرين من الايه الصلصه برضو اللي احنا عاملينها. هي كانت هنا كانت الصلصه هنا كده خلاص اتسبكت.
نص تسبيكه طبعا انتوا شايفين فيها الصوص، اللي مش بنسبكها يا جماعه للاخر. وبقلب طبعا بقى هنا العيش كويس جدا بقى بالشوربه بالصلصه دي، واسيبه بقى. خلاص كده بقى العيش مش هيبقى جامد قوي تحت سنك وانتي بتاكليه، بيبقى مقرمش وفيه طراوه شويه من الشوربه اللي احنا حاطينها له. خلاص. هنا بقى بعمل ايه، انا كده برضو ما اكتفتش لسه للعيش، انا لسه هعمل له الطشه بتاعته. طبعا العيش بتاع الفتة لازم له طشه. بحط برضو شويه زيت على النار، واحط عليهم تومه تاخد اللون الذهبي، واقوم مطفياها بخل، واقوم نازله على طول على العيش زي ما انتوا شايفين دلوقتي. شايفين بقى الجمال ده، شايفين بقى لون العيش وجماله، والطشه بقى اللي احنا عملناها له كده. خلاص بصوا بقى، اتحداكوا لو دقتوا فته بالجمال بالجمال اللي انتوا هتعملوه ان شاء الله بعد ما تجربوا بتاعتي حكايه. طبعا هنا بقى بنعمل ايه، طبعا اللحمه طبعا لازم نظبطها، مش هنبقى مظبطين كل حاجه في الفته الا اللحمه. طبعا بعد ما سويناها بقى وسيبناها تستوي، خلاص هنا بقى بجيب هنا برضو نفس الطاسه، حطيت فيها شويه كده من الزبده البلدي، وحطيت عليها اللحمه، وبعد كده حطيت عليهم شويه من الفلفل الاسمر. وهحط عليها دلوقتي كمان حاجه حلوه، دلوقتي هنحط عليها شويه صغيرين من الصلصه اللي احنا عملناها للفته. واسيبها بقى يا جماعه في الكلام الجميل ده، بقعد اشوح فيها لحد ما اللحمه تاخد لون حلو جدا، تتشوح جدا حلو في السمنه وفي الصلصه الحلوه دي. خلاص هوريلكم انا برضو اللحمه دلوقتي بقى. يلا بقى انا كل حاجه كانت استوت، يلا بقى نطبق الفته. انا كده جبت طبق كبير، طبعا الفته محتاجه طبق كبير. احط هنا بقى الرز. طبعا انتي بصي بتصممي بقى الشكل اللي انت عايزاه بتاع التقديم بتاعك. انا هنا بقى جبت العيش بتاعنا الحلو ده، عيش طعمه تحفه يتاكل حافي لوحده فعلا. واقوم بقى هنا مرصاه كده حوالين الطبق، وشويه بقى صلصه جمال من اللي احنا عاملينها. شايفين يا جماعه الصلصه زي ما قلت لكم فيها تحس انه فيها صوص، ما ينفعش تبقى تقيله قوي. خلاص احنا بنسبكها يعني 3/4 تسبيكه كده، تمام. وشايفين هنا بقى اللحمه هوريها لكم دلوقتي، شايفين لازم تاخد اللون المتحمر ده. الطريقه بتاعت اللحمه دي جميله جدا يا جماعه، اعملوها بالظبط تبقى تحفه تحفه تحفه. خلاص كده بقى يا جماعه طبق الفته المحترم خلاص. شايفين انا بقى دي بقى طبعا الشوربه، بقيه الشوربه بقى طبعا انا بحب اشربها جدا، بنعصر عليها ليمونه بقى بتبقى تحفه. كده الفيديو خلص يا حلوين، مع السلامه.